في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الفرق بين الإشارة الأنالوج والديجيتال، وفهمنا إن الديجيتال كله مبني على الصفر والواحد. وعشان كده في فيديو النهاردة لازم نرجع للأصل، إزاي الكمبيوتر أصلا بيفهم الصفر والواحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في سكيل فيرس. النهاردة هنتعرف على الأنظمة العادية وليه الكمبيوتر بيعتمد عليها في كل عملية بيعملها. ويلا نبدأ بالأنظمة الأربعة الأشهر. أول حاجة معانا النظام العشري الديسيمال سيستم، ده النظام اللي كلنا متعودين عليه في حياتنا اليومية. النظام ده فيه 10 رموز من 0 ل 9، بنستخدمه في العد، الحساب، كل حاجة تقريبا، علشان كده بنسميه بيز 10 أو الأساس 10. وتاني نظام معانا هو النظام الثنائي الباينري سيستم، ده أهم نظام للكمبيوتر والدوائر الإلكترونية. ليه؟ لأنه بيعتمد على رقمين بس، الزيرو والوان، وده مناسب جدا للدوائر لأنها بتتعامل مع حالتين، جهد موجود أو مش موجود، أون أو أوف. علشان كده بنسميه بيز 2 أو الأساس 2. يعني مثلا الرقم 5 في النظام العشري في النظام الثنائي يبقى 101. تالت نظام معانا هو النظام الثماني الأوكتال سيستم. النظام ده أقل شيوعا لكنه كان مهم قبل انتشار الهكس، وبيستخدم 8 رموز بس من 0 ل 7، وبنقول عليه بيز 8. كان بيستخدم زمان في تصميم بعض الأنظمة واللغات، ولسه ليه استخدامات محدودة في البرمجة الإمبيدد. النظام الستة عشر الهكسا ديسيمال سيستم، وده النظام اللي بيجمع بين البساطة والقوة، بيستخدم 16 رمز من 0 لحد 9، وبعدين بيكمل A B C D E F اللي بيمثله من 10 ل 15. فلو شفت رقم فيه حروف كده 3 F A2 FF يبقى في الأغلب ده رقم هكس. النظام ده مهم جدا لأن تحويله للثنائي سهل جدا، وبيوفر طريقة قصيرة لتمثيل أرقام كبيرة. طب ليه لازم نفهم الأنظمة العددية؟ لأن كل حاجة في الكمبيوتر والاتصالات والدوائر الرقمية بتبقى مبنية على التحويل بين الأنظمة دي. العشري عادي نستخدمه، الثنائي لغة الكمبيوتر، الهكس ببساطة كتابة الأرقام الثنائية، الثماني ليه استخدامات في بعض الأنظمة القديمة والبرمجة. في الفيديوهات الجاية هنتعلم ازاي نعمل تحويلات بين كل نظام والتاني بطرق سهلة وبأمثلة واضحة جدا. لو شايف ان الشرح بسيط وواضح ياريت تعمل لايك واشتراك وتكمل معانا لأن اللي جاي أهم وأهم.